ورث مستقبل ليبيا من ماضي نظام معمر القذافي تركة ثقيلة بالأسرار والآلام والمفاجآت. هنا مرقد بعض من أسرار العقيد في مقر مدير الأمن الخارجي أو الاستخبارات. منه كانت تتحرك عيونه لرصد معارض القذافي، ومنه تتكشف اليوم بين طيات هذه الملفات بعض من أسرار علاقات نظامه بمن كان يسميها القوى الإمبريالية. ملفات عن كوسوفو وإسرائيل ودول أخرى، وملفات أخرى ووثائق عن دول إقليمية كمصر والجزائر. إلا أن الأهم عثور منظمة هيومان رايتس ووتش هنا على مئات الرسائل والوثائق تكشف ما وصف بعلاقة تعاون حميم بين نظام القذافي وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وعن قيام هذه الأجهزة بالمساعدة في تعقب معارضين ليبيين وقمعهم. من بينها رسائل متبادلة بين موسى كوسة رئيس الاستخبارات الليبية والذي شغل منصب وزير الخارجية لاحقا، وبين الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، إحداها تتعلق باعتقال الاستخبارات الأمريكية لهذا الرجل في ماليزيا ونقله إلى سجن أبو سليم في طرابلس حيث تعرض للتعذيب. إنه اليوم رئيس المجلس العسكري في العاصمة الليبية. وجدنا وثائق خاصة بقيام الاستخبارات المركزية الأمريكية بتسليم معتقلين إلى ليبيا، بما في ذلك عملية تسليم عبد الحكيم بالحاج رئيس المجلس العسكري الحالي في طرابلس، والذي اختطف مع زوجته الحامل ثم نقل جوا بما يسمى بالرحلة السوداء إلى طرابلس. وهناك رسائل أخرى تقدم فيها الاستخبارات البريطانية لنظيرتها الليبية معلومات عن معارضين ليبيين في بريطانيا وفق مسؤولي منظمة هيومان رايتس ووتش. هذا أحد الأنفاق السرية في مصنع للكيماويات في منطقة لا تبعد كثيرا عن العاصمة الليبية. تولى بناءه فريق إيراني قبل 8 سنوات لصنع وقود للصواريخ، وخضع لتفتيش دولي كما يقول مديره. لم يثبت أي نشاط محظور فيه، غير أن الثوار ينظرون إلى هذه المواد بريبة ويخشون أن تكون أسلحة كيماوية. وهنا صاروخ من طراز سكاد أخفي بين الأشجار في شرقي طرابلس إلى جانب 5 قاذفات أخرى. أما هدفها كما يقول الثوار الليبيون فكان مدينة مصراتة التي تعرضت بالفعل للقصف ب3 من تلك الصواريخ في الأيام الأخيرة للنظام السابق. هذه الهدية بتاعها في عيد المبارك في عيد الفطر أن كان بيفجر مدينة طرابلس هذا مسكوت. أما هنا فبعض من ميراث الألم في ليبيا الجديدة، مقبرة جماعية قرب سرت مسقط رأس القذافي التي أعلنها عاصمة جديدة بعد فراره من طرابلس. جاتنا معلومة من أحد الثوار اللي كانوا داخل بالجواد هنا، يعني اللي هدرسنا معه كانت نقصنا معه عطينا مكان المقبرة هذه. الكلام هذا قال يوم 21/8 بالتحديد. سرت اليوم يطوقها الثوار ويتفاوضون لدخولها سلما. أما المقبرة فهي شاهد على أن القذافي الذي أراقت قواته دماء عشرات الآلاف من الليبيين لا يتورع عن إراقة دماء المزيد منهم، حتى فيما يعتقد أنها معاقل أنصاره.